أهلا بكم. مهمة في تل أبيب، وزير البترول المصري يجري مباحثات مع دولة الاحتلال ويلتقي نتنياهو اللي نقل تحياته لصديقه الحميم السيسي. نتنياهو بيستقبل وزير البترول في مكتبه بالقدس تطبيع علني. خلينا في الفقرة دي الحقيقة معنا الأستاذ خالد فؤاد، الباحث السياسي والمتخصص في شؤون الطاقة وقضايا الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا أستاذ محمد، كيف حالك؟ خلينا نبدأ الأول بس نعرف الناس إنه الخبر بيقول أول زيارة رسمية من 2016 طارق الملا وزير البترول المصري يجري مباحثات في القدس اللي أصبحت عاصمة إسرائيل، ودي ليها مدلول. خبر أيضا تاني إنه السيسي نقل تحياته لصديقه السيسي، نتنياهو قصدي، نقل تحياته لصديقه الحميم عبد الفتاح السيسي وقال له أوصل سلامي الحار لصديقي، كما قالت أو ذكرت الجرائد الإسرائيلية. أيضا الحقيقة خلينا نشوف الفيديو ده. طيب بس عشان الناس تبقى عارفة إيه اللي حصل، نقلا عن الجرائد المحتلة، لقاء نتنياهو والوزير طارق الملا وزير الطاقة الإسرائيلي شتاينتس بحضور السفيرة الإسرائيلية أميرة أرون والسفير المصري خالد عزمي ومجدي جلال المدير العام لشركة الغاز المصرية. اللقاء بحث كافة أو كل ما يتعلق بالغاز، وكذلك ركز على الجملة دي الله يخليك، وكذلك إقامة منتدى الغاز الإقليمي وتفعيله بعد اتفاقية أو بعد الاتفاق الإبراهيمي. أنا بقول ده نقلا عن الجرائد الصهيونية والترجمة جاية لي بالجورنال. بعد اتفاق أو الاتفاق أو ما سمي بالاتفاق الإبراهيمي. وفي بداية اللقاء بعث نتنياهو بتحياته الحارة إلى السيسي وقال له بالنص كده أوصل سلامي الحار إلى صديقي السيسي. الجرائد الإسرائيلية قدام حضراتكم كما وصلتنا عشان ما حدش يقول بتجيبوا الكلام ده منين. الاتفاقية دي بحثت فكرة عمل المنتدى الغاز الإقليمي بعد اتفاق أو ما يسمى بالاتفاق الإبراهيمي. أما نتنياهو فكتب تغريدة عن تحويل السفن إلى العمل. وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي التقى وزير مش عارف إيه وقال مصر الشريك ويسعدني توسيع نطاق التعاون بين الدولتين. ده كلام رسمي أو ده كلام مش واضح قوي، لكن نتنياهو كتب تغريدة قال فيها على تويتر عن تحويل السفن للعمل بطاقة الغاز. دي التويتة أو تويتة كتبها الأخ أو مش الأخ يعني نتنياهو أهو عن إنهم يحولوا السفن للعمل بالغاز. كمان الخبر اللي عرضه الأخ مصطفى من شوية اللي هو فيه صورة نتنياهو وطارق الملا في الجريدة الإسرائيلية، الخبر تحت بالأصفر أهو بالأصفر، أيوة انزل تحت كده افتح كمان الصورة، أيوة أوصل سلامي الحار لصديقي السيسي. طيب ده الحقيقة، لكن الزيارة اللي وصفتها صدى البلد قالت انه، ودي حقيقة على فكرة صدى البلد صدقت فعلا، انها من اجل منتدى غاز شرق المتوسط. صدى البلد وصفت اللقاء ده فعلا وده حقيقي على فكرة، لم تكذب صدى البلد. ده بيجي الحقيقة في ظل محاولة ابعاد تركيا عن المنطقة بهذا المنتدى ومحاولات مصر دعمها للمنتدى. خلينا بنسأل سريعا الأستاذ خالد فؤاد، كيف ترى أو تقرأ هذه الزيارة وحديث السيسي أو إعلام السيسي إنه مصر هتبقى مركز عالمي للطاقة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بداية خلينا نقول يعني نجيب القصة من أولها. هو إيه المشكلة الرئيسية في استخدام أو استثمار كميات الغاز الضخمة اللي موجودة في الشرق المتوسط؟ إسرائيل عندها مشكلة هنقولها دلوقتي ومصر ما عندهاش المشكلة ديت. إسرائيل عندها كميات ضخمة جدا، يعني عندها طاقة إنتاجية هائلة من الغاز الطبيعي، وفي نفس الوقت ليس لديها أي بنية تحتية، ما عندهاش محطات تسييل للغاز تقدر تصدر بيها الغاز دوت، ما عندهاش مسارات متاحه تقدر تصدر بيها الغاز، وبالتالي اسرائيل عندها اشكاليه كبيره جدا. الاشكاليه دي موجوده من سنين، من ساعه ما بدات اكتشافات الضخمه بتاعتها في حقل تمارا او حقل ليفاثاين. وبالمقابل لو جينا على مصر، الحقيقه مصر ما عندهاش المشكله ديت. مصر من 2015 مع اكتشاف حقل زهر
حققت اكتفاء ذاتي في الغاز الطبيعي، ولدينا فائض يمكن ان نستخدمه او يمكن ان تصدره مصر. مصر عندها بنيه تحتيه جيده جدا، عندها محطتين تسييل غاز، ادكو ودمياط. دمياط كان عليها مشكله قانونيه وحاليا دلوقتي خلاص المشكله اتحلت، وبالتالي مصر عندها قدره بسهوله ان هي تصدر الغاز الطبيعي بتاعها. طيب مصر ما عندهاش مشكله، لكن الحقيقي المشكله الكبرى عند اسرائيل. تمام. طب نتيجه المشكله الكبرى ديت للاسف صفقه الغاز بين مصر واسرائيل اللي حصلت في 2018 واللي بدا معاها الغاز الاسرائيلي يتدفق الى مصر في بدايه 2020 ديت حلت مشكله لاسرائيل، حلت جزء من مشكله اسرائيل ان هي وفرت مسار لاسرائيل ان هي تصدر الغاز الطبيعي بتاعها. طيب الزياره دلوقتي لو احنا بنتكلم على منتدى غاز الشرق المتوسط، خلينا نقول اي مساحه تعاون او تنسيق فيما يتعلق بغاز الشرق المتوسط هي في المقام الاول بتفيد اسرائيل. ازاي؟ احنا شايفين دلوقتي، ما هو بقول لحضرتك دلوقتي هي اسرائيل عندها اشكاليه كبرى ان عندها طاقه انتاجيه هائله. عارف حضرتك، بس أنا لغه الارقام ممكن تكون معبره. متخيل ان حجم استهلاك اسرائيل تقريبا في 2018 الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي قد ايه من الغاز اللي عندها؟ كام؟ اقل من 1%. اقل من 1% من حجم. فائض 99%. عندها فائض في احتياطات غاز طبيعي تقريبا يعني هائله، وبالتالي الطاقه الانتاجيه الهائله ديت ما عندهاش مسارات تصدرها. فائض موجود عندها متلتل كده، ملوش اي مسار ان هي تصدر. الحل الوحيد بتاعها هو حلين: خط الاستمد، وده خط يعني في كلام عليه في مستقبلي اللي هو بتوديه لاوروبا، وطبعا ده لسه ما اتعملش وعليه مشاكل كتير. تمام، خليه على جنب. المسار الثاني اللي اتفتح لها هو صفقه الغاز مع مصر، وبالتالي اصبحت مصر هي المنقذ لإسرائيل في مسألة تصدير الغاز. وبالتالي بقى مساحة التعاون اللي احنا بنشوفها ديت، أنا شايف واقعيا لو احنا بنتكلم هو أي مساحة تنسيق أو تعاون هي في المقام الأول بتخدم إسرائيل. مصر ممكن تستغني عن هذا الكلام كله. مصر تستطيع من خلال البنية التحتية التي تمتلكها أن تصدر الغاز الطبيعي. عندنا فائض من الغاز الطبيعي، محققين اكتفاء ذاتي، ولدينا قدرة على تصدير الغاز الطبيعي. طب هو كلامك اهو، وزير البترول المصري يزور فلسطين وإسرائيل لبحث دعم المنتدى غاز الشرق الأوسط، وقال يعني تقريبا في كلامك كده يعني وأوضح أن الزيارة تأتي بهدف بلورة الرؤية المشتركة والحوار إلى آخره. ما علاقة ده طيب بالاتفاق الإبراهيمي؟ بص، هو في الاخر هو يعني طبعا الاتفاق الابراهيمي دوت اتفاق تطبيعي اللي حصل ما بين اسرائيل والامارات والبحرين وفيما بعد كده دخل في السودان والمغرب. لكن هو نتنياهو بيحاول يعني يضفي على المساله كلها ان ده تعاون كبير ما بين احنا دخلنا خلاص اصبح في سلام زي ما بيقول. لكن واقعيا لا، في تضاد. يعني في دلوقتي احنا بنتكلم على الاتفاق الابراهيمي سواء التطبيع مع الامارات، في الاخر في مسارات مشتركه ما بين الامارات واسرائيل. في الحقيقه المسارات دي بتتعارض مع مصالح مصر، واقربها يمكن احنا لو احنا بنتابع فكره خط ايلات عسقلان. طب ما ده كنت اسالك اهو. اذا اسرائيل عندها فرصتين عربيتين بالظبط كده، فرصه مع مصر نقل الغاز ده، وهناك ايضا فرصه لان الامارات في تحركات لدخول نقل النفط لاوروبا. وده يخلينا نسال، هل مصر تحاول انها تجد موقع قدم تجاه الطموح الاماراتي؟ يعني هل مصر والامارات بيسعوا الاثنين الى نيل الرضا الاسرائيلي لنقل الغاز؟ بص حضرتك، الخط ايلات عسقلان دوت ده هينقل البترول النفط. تمام كده، ده بياخد النفط من الامارات، مسار بديل الى حد ما عن قناه السويس. تمام كده، ده بياخد الخط من ايلات في البحر الاحمر لعسقلان في البحر المتوسط، وبالتالي ممكن يصدر النفط لاسرائيل نفسها، ويسمح لاسرائيل ان النفط يتحرك لاوروبا. نفط مش غاز، ده نفط. تمام كده. طيب التاثير الخط ده ليه تاثير سلبي على قناه السويس؟ اكيد ليه تاثير سلبي على قناه السويس، ومش انا اللي بقول الكلام ده. البيان بتاع هيئه قناه السويس ورئيس هيئه قناه السويس نفسه اتكلم في الامور ديت اكتر من مره، انه ليه تاثير اقتصادي وليه تاثير جيوسياسي، وده الاهم بالنسبه لي. جيوسياسي بمعنى ايه؟ في الاخر قناه السويس هي ممر مائي مهم جدا، بتمر فيه حوالي 10% من تجاره النفط في العالم سواء جنوبا او شمالا. تمام كده. طيب متخيل الممر المائي دوت اللي هو شريان حياه للنفط او للغاز، لما يتاثر او لما يكون في بديل عنه، ايه اللي هيحصل؟ الاهميه الجيوسياسيه بتاعته بتقل، صح؟ وبالتالي ده امر يمس الامن القومي المصري، وبالتالي مش من مصلحه مصر ابدا ان يتم تفعيل خط ايلات عسقلان. مظبوط. طيب ده خطر من ناحيه ايلات عسقلان. النقطه الثانيه اهو ايلات عسقلان هو بالظبط كده حضرتك. ده المسار الطبيعي اللي شاحنات النفط ممكن تطلع من الامارات وتمشي بهذه الطريقه لغايه البحر الاحمر، وتوصل تفرغ الحموله بتاعتها في ميناء ايلات، ومن ميناء ايلات لغايه ميناء عسقلان في خط اللي هو خط ايلات عسقلان بيسموه الخط السري، لان اسرائيل فرض عليه
يعني حجم من السريه شديد، يعني هو تحت المراقبه العسكريه في مساله الاعلان، واي حد بيتخطى النقطه دي بيعرض للحبس. وبعد كده الشحنه تبدا تفرغ في ميناء عسقلان ومنها الى اوروبا لو هي بتصدر، وبالتالي ده مسار بديل عن قناه السويس يؤثر. فهمنا ده، لكن عندي سؤال. اتفضل. يعني خلينا، انت طارق الملا له تصريح كان عرضه دلوقتي مسعد، هو بيقول فعلا اللي انت قلته بالظبط، ان احنا اتفقنا مع الغاز مع اسرائيل حفاظا على الهدر. نشوف كده الكلام اللي قاله الاستاذ خالد فؤاد، صرح به ببجاحه شديده وزير البترول المصري. هات الخبر يا مسعد الله يخليك. لا مش ده اللي كان في العربي الجديد. قال حفاظا على الغاز الاسرائيلي من الهدر. عبال ما يجيبوا مسعد بقى اهو، هو ده وزير البترول المصري: استوردنا الغاز من اسرائيل حفاظا عليه من الهدر. حلو. طيب اذا كانت اسرائيل ليها مصلحه مع مصر في نقل 99% من انتاجها الغاز الى اوروبا، ومصر هتساعدها في ده بالبنيه التحتيه كما ذكرت حضرتك، ما ممكن يكون المواطن المصري مستفيد من ده بان الغاز يبقى رخيص؟ عظيم. ويبقى دي فايده للمواطن المصري. طب تعالى نتكلم حضرتك على الفوائد. اتفضل. طيب دلوقتي انا هتكلم بشكل براجماتي بحت، خلينا هبعد بقى عن التطبيع وقضيه الوطن والقدس. انا هبعد عن الكلام ده خالص وهتكلم بالورقه والقلم بالاقتصاد. طيب. دلوقتي حضرتك انت في بدايه 2020 ابتديت الغاز القادم من اسرائيل يبدا يتدفق عندك، صح كده؟ كويس. طيب انت من مارس 2020 حتى هذه اللحظه الحاليه تقريبا سنه كامله. كويس. من مارس 2020 مصر صدرت قد ايه كميات غاز؟ مصر صدرت شحنتين غاز فقط في شهر يوليو وشهر اكتوبر، والكلام ده موجود، يعني الكلام ده صدرتهم لمين؟ صدرتهم من محطات التسييل لاوروبا. تمام كده. طيب تخيل بقى معايا شحنتين فقط، طبعا ده ليه اسباب كتير، يعني مش بسبب مثلا قصور في مصر، لكن اسبابه الاولى جائحه كورونا طبعا، ونتيجه تراجع الطلب الحاد او تراجع الحاد على الطلب الغاز والنفط في العالم كله، ونتيجه برضو حاجه ثانيه. ازاي يا استاذ خالد؟ بس الدنيا شتاء واوروبا كلها شغاله على الغاز دلوقتي صحيح، لكن السنه انا بتكلم حضرتك على 2020 كله. من مارس، من اول يعني مع بدايه الجائحه لغايه تقريبا فبراير، كان في اشكاليه في العالم كله ان في تراجع حاد في الطلب على النفط والغاز، ده اثر على الاسعار، وبالتالي خلى مصر في الفتره دي كلها سنه كامله ما صدرتش غير شحنتين فقط من محطه التسييل ادكو اللي هي في شهر يوليو وفي شهر اكتوبر. طب ده معناه ايه؟ بالورقه والقلم تعالى نحسبها. معناه ان انت كميات الغاز اللي داخله لك من اسرائيل اللي انت المفروض زي ما قلنا من شويه المفروض ان انت هتصدرها وتحاول يبقى في هامش ربح بسيط تحققه ليك، صح كده؟ يعني انت خدت منها بفلوس الغاز بتاعها، هتصدره انت وهتعمل فرق ربح عشان يبقى عندك هامش ربح ويبقى ليك. طب كويس ماشي بشكل براجماتي. الحقيقه ده ما حصلش في 2020. اللي حصل في 2020 ان انت خدت الغاز الاسرائيلي كله، جيت تصدره ما عرفتش تصدر، صدرت شحنتين بس تقريبا، تمام، اللي هم في يوليو وفي اكتوبر زي ما قلنا، بالتالي كميات الغاز دي كلها راحت فين؟ دخلت في الاستهلاك المحلي. كويس. يبقى حضرتك ده معناه ايه؟ معناه ان انت في الوقت اللي انت محقق فيه اكتفاء ذاتي، وفي الوقت اللي انت عندك قدره انك تصدر غاز طبيعي بكميات كبيره وتكسب بيه عمله صعبه تدخلها لمصر في وقت حرج جدا، انت في الوقت ده بتشتري غاز طبيعي من اسرائيل. هل ده منطقي او عقلي؟ يعني هل ده يعني لا، بس عشان افهم منك، تمام. يعني في نفس الوقت اللي هو بياخد غاز اسرائيلي يصدره لاوروبا وممكن يكسب هامش ربح؟ ممكن يكسب هامش ربح لو ده اتحقق، لكن في الوضع اللي في السنه اللي فاتت ده ما اتحققش ما فعلا. اتحققش في السنه اللي فاتت، لكن في نفس الوضع ده هو برضه بيستورد غاز من اسرائيل. هو لازم، هو في عقد مع اسرائيل. ما دلوقتي حضرتك دلوقتي في اتفاق مع اسرائيل، صح؟ اسرائيل دخل الاتفاق ده اتعمل في 2018، 15 سنه ده 15 سنه 85 مليار متر مكعب عشان تصدير لمصر. طب وليه يا استاذ خالد ما قالوش طب انا هصدر لك بعيدا بقى عن القضايا القوميه والوطنيه والحاجات دي؟ تمام. ما قالوش ليه هصدر لك بس اخد جزء من الغاز ده باسعار خاصه او من غير فلوس خالص؟ طبعا ما فيش اي معلومات واضحه بالنسبه لنا اسعار الغاز اللي متاخده من اسرائيل عامله ازاي بالظبط، تمام. لكن خلينا نقول دلوقتي هو هياخد الغاز من اسرائيل بسعر، وهيبدا يسيله في المحطات بتاعتنا في ادكو ودمياط ويبيعه لبره، صح؟ أيوة. فالمنطق بيقول ايه؟ ان انت هتبيعه بسعر اعلى شويه عشان تكسب الفرق ده. أيوة. وفي نفس الوقت تبقى شغلت محطات التسييل بتاعتك كويس جدا. ده كلام عملي ويفيد الاقتصاد بتاعنا. لكن انا بتكلم دلوقتي واقعيا، انت في ظل الازمه بتاعت كورونا و2020 هل ده حصل فعلا؟ ما حصلش. طب ما افرض هيحصل دلوقتي. خلينا بقى نرجع للي هيحصل دلوقتي. انت دلوقتي وده بقى الحاجه اللي انا متخيل ان ده السبب الرئيسي. انا طبعا مختلف مع حضرتك في مساله ان الهدف الرئيسي من زياره طارق الملا لاسرائيل هو الهدف المعلن. هو انا هسال حضرتك سؤال، هو من امتى انا قلت الهدف المعلن ازاي؟ الهدف المعلن اللي هو صدى البلد بتقول ان هو دعم المنتدى. مش انا اللي قلت، ده الجرائد الاسرائيليه او صدى البلد. انا عاوز اسال حضرتك سؤال، هو من امتى الاعلام بتاعنا بشكل عام اي مسؤول عربي او مسؤول مصري بيزور اسرائيل بيتكلم عن حقيقه الزياره؟
في حد يعني في لا، حد ما حصلش. حصلش ولا هيحصل. طيب. فخلينا نقول المعلن ده خلاص، ده المعلن، لكن بس ده في جريده اسرائيل برضه قالوا نفس الكلام. لا جرايد اسرائيل بقى خليهم بيتكلموا على ايه؟ بيتكلموا على حاجات تانية ليها علاقه بخط الاستمد. جابوا ان في حديث عن خط الاستمد، اتكلموا عن ان في كلام عن خط اخر بيربط ما بين عسقلان وما بين سيناء غير الخط اللي موجود. وبالتالي ده كلام يعني قصدي في حوارات اخرى على مسارات مشاريع اخرى ربما تحصل في المستقبل. تمام، لكن الكلام ده مش موجود في البيان الرسمي او في الاعلام بتاعنا، الاعلام المصري. تمام كده. الاهم من كده يا استاذ محمد، النقطه الاخطر من كده اللي انا بقول لحضرتك عليها، ان في الاخر انا متخيل ان هل من مصلحه مصر دلوقتي اسعار الغاز ابتدت ترتفع نتيجه الشتاء القاسي اللي في اوروبا، صح؟ أيوة. طيب انا هتكلم برضو بشكل بسيط جدا وبمعادله بسيطه جدا دون الدخول في تعقيدات الاقتصاديه والجيوسياسيه. دلوقتي احنا عندنا فائض من انتاج الغاز، وعندنا فرصه ان في حجم الطلب على الغاز الطبيعي دلوقتي ابتدى يزيد، وسعر الغاز الطبيعي ابتدى يعلى كويس جدا. عندنا فرصه ان الغاز اللي عندنا الفائض دوت نبيعه ونكسب منه، صح؟ ونشغل محطات التسييل. ولا ده احسن، ولا ان انا اخد الغاز اشتريه من اسرائيل وابيعه واخد هامش ربح قليل؟ اني احسن بالمنطق يعني كده؟ الغاز بتاعنا في ارضنا موجود. ده المنطق اللي بيقوله. عشان كده بقول في الاخر انا متخيل ان من مصلحه مصر ان هي تؤجل او تعطل اتفاقيه الغاز، وان الغاز بحيث ان الغاز الاسرائيلي اللي داخل دوت يتعطل باي شكل من الاشكال، والمصلحه ان الغاز اللي موجود في ارضنا اللي هو فيه فائض ان احنا نصدره ونكسب في هو المرحله لما دي. في عندنا غاز وفي فائض فيه، ليه استوردنا من اسرائيل؟ ما بقول لحضرتك انت بتحل له مشكله، بتحل له هو مشكله على فرض. ما بقول لحضرتك المشكله عنده هو، صح؟ مش عندنا احنا. المشكله عنده هو مش لاقي مسارات لتصدير الغاز، صح كده؟ انت فتحت له طريق. طيب انا زي ما قلت لحضرتك من شويه في بدايه الحلقه، انا ما عنديش مشكله، انا هبعد حتى هتكلم بشكل براجماتي، مع ان ده مش تفكيري، بس انا هتكلم همشي معاك في نفس الخط البراجماتي ده. خليك انت فتحت له مسار، كسبت بقى من المسار دوت. الحقيقه دلوقتي لغايه اللحظه الحاليه ما كسبتش، خسرت في 2020. خدت الغاز بدل ما تصدره لاوروبا وتكسب منه فرق السعر، خدته في مصر وفي الاستهلاك المحلي، وبالتالي السعر ده انت دفعت فلوس لاسرائيل. يعني خدت كل الشحنه اللي كانت هتطلع في اوروبا بالظبط كده، دخلت الاستهلاك المحلي. الاستهلاك المحلي ما راحتش. انت ما حضرتك راجع. معلش انت عايز تقنعني ان الاستهلاك المحلي استوعب ما كان سيذهب لاوروبا؟ مش استوعب يا استاذ محمد. احنا عندنا الاستهلاك المحلي، مصر عندها اكتفاء ذاتي، صح؟ اي. طيب انت دلوقتي في شحنات غاز جايه داخله عليك، شحنات الغاز دي مسارها الطبيعي كان هيروح فين؟ أوروبا. كان هيروح على محطات التسييل. تمام كده؟ ويتكو ويروح اوروبا. ادكو ودمياط دلوقتي اشتغلت خلاص، يعني خلاص في فبراير ده في شحنه هتبدا تطلع منه، هتطلع من ادكو ودمياط على ايه؟ على اوروبا، صح كده؟ وانت الاكتفاء الذاتي بتاعك محقق الاستهلاك المحلي، ما عندكش مشكله. كويس. طيب دلوقتي انت الشحنات دي دخلت ما راحتش مكان، هتفضل كده متعبيه في الهواء كده، ولا هتروح فين؟ راحت في الاستهلاك المحلي، لان انت جيت انت في اول 2020 فعلا وخفضت الانتاج بتاعك عشان شبكه الغاز المحليه بتاعتك، الشبكه القوميه تستحمل. طب سؤال في القصه دي، هل معنى كده انه الغاز الطبيعي اللي انت بتطلعه من ارضك مرمي بقى على مش جنب؟ مرمي، لا موجود. ما انت تقدر انت معاك غاز جاي من اسرائيل ومستورد غاز من اسرائيل. خفضت الانتاج يا استاذ محمد. ما انا بقول عشان كده في مصر بقى حصل الكلام ده في بدايه 2020، خفضت الانتاج شويه. انت تقدر تخفض الانتاج في سبيل ان انت ايه، عشان انت كده لازم تاخد الغاز الاسرائيلي. لكن انا السؤال بتاعي دلوقتي، الغاز الاسرائيلي خدته دوت، انت دفعت فلوسه صح، وما بعتوش في اوروبا، خلاص انت خدته انت في ارضك. طب ليه وانت عندك فائض؟ يعني اللحظه دي او الحسابات دي خسائر ولا مش خسائر؟ نحسبها ايه بالظبط؟ بس انا عايز اسالك سؤال يا استاذ خالد بعيدا. طيب. عودنا الصهاينه انهم بيفكروا لقدام عبر 50 سنه. صحيح. يعني احنا اتعودنا من الاسرائيليين كده، ولو رجعنا لكل تصريحات المسؤولين الاسرائيليين على القضيه الفلسطينيه او على حتى التطبيع، يعني انا عندي تصريح لشيمون بريز في التسعينات بيقول ليس لدينا ما نقدمه للعرب، وحتى الان هذا التصريح لا زال سيري. صحيح. طيب في وجهه نظرك ما هو المنتظر من اسرائيل في قضيه الغاز دي؟ يعني هل تتحول اسرائيل الى دوله بتمتلك، يعني الراجل بيقول هنحول السفن الى غاز نتنياهو، هل تتحول اسرائيل الى دوله اخطبوط بتتحكم في القرار العربي بعد ما يتم تحويل كل شيء الى العمل بالغاز؟ هل اسرائيل لها طموحات اخرى مش بس اموال الغاز؟ انا هقول لحضرتك باجابه بسيطه جدا. يعني هو اي حد بيتحكم في مصادر الطاقه في العالم مش ده نفوذ وقوه؟ صح كده؟ انت بتقول لسه ما اشتغلش ولسه. انا هقول لحضرتك واحده بس، ما هي احنا لسه بنتكلم على نظره قدام للمستقبل. هي مشكله، انا هدي بس مثال بسيط عشان نشوف الغاز والطاقه قد ايه بيبقى ليهم تاثير ونفوذ. هي مشكله روسيا مع اوروبا ايه دلوقتي؟ الغاز، صح؟ روسيا اكتر من ثلث الصادرات اللي راح داخل اوروبا. طب حلو الكلام ده، عاجب امريكا؟ مش عاجب امريكا. امريكا لغت اللي عملت عقوبات على نورد ستريم 2 اللي هو الخط اللي طالع من روسيا لالمانيا، عملت عليه وقفته، صح ولا مش صح؟ طب امريكا ليه؟ لان امريكا من مصلحتها الاولى ان النفوذ الروسي لا يتمدد ويقل بالظبط في اوروبا. تعال بقى ناخد الكلام ده، انا بحاول ابسط الدنيا، تعال ناخد الكلام ده على الوضع فين؟ في الشرق الاوسط. اي حد بيمتلك ان هو يبقى عنده مصادر طاقه وبيمد بيها بلاد اخرى كتير، ده نفوذ وقوه، صح ولا مش صح؟ يعني في اي وقت يقدر يقفل عليك الحنفيه.
يبقى بالتالي اسرائيل في اللحظه اللي هي ممكن تبدا تصدر غاز لمصر وتصدر غاز للاردن، طبعا هي بتصدر غاز للاردن دلوقتي، تمام، وتصدر غاز، احتمال يخش الغاز يبقى في تعاون مع في ظل التطبيع اللي موجود، الغاز يخش على الخليج، ده احتمالات قائمه، وفي كلام اتقال في الكلام ده بشكل واضح في الاداره الامريكيه ايام ترامب، يعني مش كلام سر. وبالتالي الكلام ده معناه ايه؟ معناه نفوذ وقوه لاسرائيل في المنطقه، صح ولا مش صح؟ معناه ان هي قادره ان هي بتمدك بمصادر طاقه، وبالتالي تهدد امن القومي ليك. طب السؤال الاخير، هناك دول عربيه بتنتج غاز بكثره، يعني قطر مثلا بتنتج. قطر نعم؟ والجزائر، قطر والجزائر. قطر والجزائر. سؤالي بقى لحضرتك، هل تعاون مصر مع ما يسمى باسرائيل في تصدير الغاز الاسرائيلي لاوروبا بيقطع الطريق على غاز دول اخرى زي قطر والجزائر؟ يعني بص، مساحه بسيطه شويه، لان قطر حجم انتاجها ضخم جدا، يعني قطر واستراليا وامريكا وروسيا دمت يعني ايه، دمت يعني خلينا نقولها بالبلدي كده الكبار في تجاره الغاز في العالم والغاز المسال. طب ما هو برضه قطر عندها اكتفاء ذاتي وعندها، بس قطر حاجه يعني حجم انتاجها مهول، وبالتالي هي بتصدر بكميات ضخمه جدا. قطر الخطه بتاعتها في ال 20 سنه القادمه ان هي برضه تستمر في ريادتها في مساله التفوق في الغاز المسال. طب بتصدر لمين يا بتصدر لاوروبا وشرق عن آسيا. عن طريق لا، هي ليها الغاز المسال بقى، الشاحنات النفط بتاعتها وشاحنات الغاز بتاعتها غاز مسال كله، مش محتاجه خطوط يعني. ايدكو والحاجات لكن خليني اقول لحضرتك ان المعادله مش بتاثر على قطر. الجزائر طبعا ليها برضو غاز مسال وليها تصدير في اوروبا كتير، لكن المعادله هي ان اسرائيل هدفها الرئيسي ان هي توصل لاوروبا، ده نفوذ يعني بعيد بقى عن المنافسه حتى مع قطر، وهي مش هتعرف تنافس، لان طبعا الناس اللي زي قطر وامريكا عندها حجم انتاج ضخم جدا حاليا، وروسيا طبعا، وبالمناسبه الغاز بتاعهم رخيص، فبالتالي المنافسه صعبه يعني. لكن هي عندها هدف ان هي تخش في المعادله دي، جزء حتى في المعادله، مش شرط ان هي تبقى مهيمن، لكن هي لو قدرت توصل لاوروبا وتغطي جزء من احتياجات اوروبا من الغاز، ده مصلحه كبيره جدا، برضه نفوذ جيوسياسي اكيد. في الاخر انا بمد اوروبا بجزء من الطاقه بتاعتها، زي ما في نفوذ روسي في اوروبا هيبقى في نفوذ اسرائيلي. بس احنا ما بنتكلمش على دوله لوحدها، بنتكلم على منتدى الشرق الاوسط. لا يعني هو في الحاله مجموعة ديت دول. ما هو في الحاله ديت المنتدى، انا في رايي الشخصي المنتدى بيحقق المصلحه لاسرائيل بدرجه اولى. انا اللي يحقق مصلحه مصر. تكتل، انا قصدي اقول لك خير التكتل. ما هو التكتل ده حضرتك في الاخر هو يعني في جزئين، في جزء منه ان هو تحالف سياسي ضد تركيا، وده مفهوم خلاص، خلينا على جنب كده. لكن وفي جزء منه تاني، انا بتكلم على الجزء الاقتصادي، بيحقق المصلحه لاسرائيل اكتر من اي بلد تاني. انا يهمني ايه في الاخر؟ مين في المنتدى؟ مصر واسرائيل والاردن وفلسطين وقبرص واليونان وايطاليا. وطبعا في اضافه ان احتمال يبقى تنضم امريكا كمراقب او يعني طيب يعني مجموعه الدول دي، اذا نحن نتحدث عن تكتل دول وليس دوله واحده. بالظبط كده. ليه انت دايما بتتكلم دلوقتي اسرائيل وكأن اسرائيل هي المستفيده الوحيده من التكتل؟ انا بقول لحضرتك، انا يهمني في الاخر مصلحه مين؟ مصر. طب مصر يهمها ايه في القصه دي كلها؟ ان هي فعلا تحقق ان هي تبقى منصه اقليميه لتصدير الغاز، صح؟ يعني ايه منصه اقليميه لتصدير الغاز؟ يعني كل الغاز اللي طالع من مصر بتصدره عن طريق المنصه ديت، واي غاز من اي بلد تاني عايزه تصدره يبقى عن طريق مصر. عن طريق مصر. حلو الكلام. بالتالي ده هيدخل لنا في الاخر مكاسب اقتصاديه هائله. لكن الوضع الحالي لا، الوضع الحالي اسرائيل بالوضع بالشكل دوت، احنا في خسائر في الغاز زي ما شرحت في اول الحلقه. تاني حاجه، اسرائيل بتسعى بجديه في مساله خط الاس مد، وده خط يعني معلن ومفيش فيه. ولو ظهر خط الاس مد ده لا طبعا ده تهديد وجودي لفكره ان مصر تبقى منصه اقليميه. عارف يعني ايه حضرتك خط الاس مد دوت؟ يعني معنى كده ان حجم الغاز الضخم اللي موجود عند اسرائيل ده يبقى فيه سكه ليه اسهل وارخص واسرع لاوروبا. طب ليه هتروح لمصر بقى؟ ليه اروح اسيل في محطات التسييل واعمل بعد كده شاحنات؟ يعني وكأن وجود مصر في القصه دي مؤقت بالشكل دوت كده، لو احنا ما انتبهناش لخطوره طبعا خط الاستيميت برضه، عشان نتكلم بشكل موضوع، يعني عليه مشاكل كتير، هو نفسه مكلف وفي نفس الوقت عليه لكن في نفس الوقت اسرائيل عندها جديه ان هي تعمله، ومدعوم من اوروبا وامريكا. عشان ايه؟ عشان برضه بديل للغاز الروسي اللي بيعمل نفوذ داخل اوروبا. وبالتالي خط الاستيميت، عشان كده بقول لحضرتك انا تخوفي كله من ان هذه التعاون الكبير قوي او شكل التعاون الكبير قوي اللي احنا شايفينه دوت، المستفيد الاول منه هو اسرائيل للاسف. بشكرك الاستاذ خالد فؤاد، الباحث السياسي المتخصص في شؤون الطاقه وقضايا الشرق الاوسط. بشكر حضرتك جدا. شكرا يا محمد، سعدت اللقاء. على كل حال اوجز الاستاذ خالد فؤاد. خلينا نروح بعد كده على السريع. جاي لك بمد ايدي عشان تقومي، ياللي انت اسمك بين وريدي وبين همومي، بحلم افتح الاقي ليلك راح وعدى، والزرع اللي ظهر في مصر بكره كان اصله طالع في مصر